طيب يا جماعة، دلوقتي أنا في قصر سميحة كامل. عايز أقول لكم إن القصر حلو قوي، وأنا مصوركم كل التفاصيل، وهقول لكم كمان إيه سميحة كامل ودي قصتها إيه، والقصر ده معروف إزاي. بصوا، أنا مش قادرة يعني أقول لكم بجد كمية الجمال الموجودة. فأنا هصور لكم بالتفاصيل كل حاجة. أوكي، خليكم معايا. صباح الخير. تعالوا بقى اقول لكم ايه حكايه القصر ده وامتى نشأ بالظبط. القصر ده نشأ سنه 1902. هو حاجه تاريخيه رهيبه جدا. القصر ده كان اول ما حد اشتراه كان حد يهودي اسمه القطاوي باشا، وبعد كده اشتريته الاميره سميحه كامل اللي خلته يعتبر تحفه فنيه. وبعدين قررت ان هي هتخلي القصر ده يعني ليه بيهتم اكتر بالثقافة الفنية. وهو فعلا بقى دلوقتي حاليا بقى يعتبر من اكبر المكاتب الموجودة ان انتوا ممكن تزوروها، وكمان تقدروا ان انتوا تصوروا المكان وتشوفوا كمية التحف والانتيكات اللي فيه. والمكان تحفة جدا، وسعر تذكرة الدخول بتاعته مش غالية خالص، 10 جنيه. فعايزة اقول لكم ان تحفة فنية رهيبة. وكمان الاميرة سميحة كامل يعني كانت من الناس اللي بتعشق الفن جدا، عشان كده هتلاقوا كل حاجة في القصر ليها تفاصيل بالفن. وطبعا هي دي الأميرة سميحة كامل. ودي بقى صورة تذكارية ليهم من زمان جدا. الأميرة سميحة موجودة في النص، هي اللي في النص بالظبط، ومعاها كمان ناس من محمد علي والملك فاروق، يعني القرن العشرين بقى يا جماعة. طبعا انا مش قادره اقول لكم واوصف لكم جمال الزخرفه والحاجات اللي موجوده في القصر، جميله جدا. انتكه انتكه يعني. شايفين التفاصيل؟ بجد التفاصيل حلوه قوي، يجنن. تقدروا ان انتوا كمان تروحوا تاخدوا صور هناك رهيبه. تاني حاجه حبيت اقولها لكم، ان الاميره سميحه كامل كانت موصيه ان هي بعد ما ماتها ان المكان ده يفضل دايما مفتوح للتحف الفنيه وللثقافه الفنيه وللكتب. عشان كده المكان بقى من اكبر الاماكن المكاتب الموجوده حاليا. هنا بقى انا دخلت المكان اللي هو متخصص للكتب. يعني اي حاجة انتوا بتحبوا ان انتوا تقروها او تثقفوا فيها موجودة. كل البيبان هنا مكتوب انواع كتب معينة ان انتوا ممكن ان انتوا يعني تقروها. طب ايه بقى المكان ايه؟ ها. لا، جميل الصراحة، وغير كده هدوء مم؟ ومليان كتب. مم؟ بنصحكم انتوا تيجي هنا فعلا. طب يلا بينا، ده لسه في حاجة كتير جدا. طبعا يلا. يلا. شايفين منظر النزول من السلم عامل ازاي؟ تحسوا كده يعني التفاصيل يا جماعة، التفاصيل بجد رهيبة قوي. ده يعتبر الدور التاني من القصر، اللي هو فيه اصلا المكتبة. بصوا التفاصيل عاملة ازاي، مش ممكن. بجد بجد المكان تحفة جدا.
تعالوا بقى أوريكم الواجهة التانية من القصر، لأن القصر ليه وجهتين، واجهة على الشارع العمومي في منطقة الزمالك، والواجهة التانية على النيل مباشرة. هنا يعتبر الريسبشن ده هيطلعنا على طول على الواجهة التانية من القصر. ودي واجهة القصر من ناحية النيل. وكده انا خلاص خلصت اليوم معاكم، صورت لكم كل التفاصيل. بتمنى من قلبي يكون المكان عجبكم، لان فعلا المكان عجبني جدا. لازم تروحوا، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان هصور لكم حاجات كتير جدا. باي باي.